بصراحة كده اللي عمله محمد صلاح النهاردة ده شيء مش طبيعي. يعني احنا مش بنتكلم عن ماتش عادي، احنا بنتكلم عن لاعب بدأ المباراة بطريقة تخليك تقول انه خارج من الماتش، وفي نفس الوقت انهى المباراة كبطل مطلق. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل يا احمد، ودي قناة المشاغف، احنا هنا بنفهم الكورة مش بس بنتفرج عليها. ويلا بينا ندخل في التحليل على السريع ومش هاخد من وقتك حاجة. خلينا نبدأ بالشوط الأول. محمد صلاح بدأ الماتش بشكل صادم جدا، ضيع انفرادين صريحين وكمان ضيع ركلة جزاء. يعني احنا هنا بنتكلم ان صلاح كان ممكن يطلع من الشوط الأول بهاتريك بسهولة جدا. أي لاعب في الموقف ده طبيعي جدا يخرج من المباراة ذهنيا، ثقته تقل، تركيزه يضيع ويكمل الماتش وهو متأثر. لكن هنا بقى الفرق لما يكون اسمك محمد صلاح. اللي حصل في الشوط التاني ده حاجة تانية خالص. صلاح رجع الماتش، ومش بس رجع، ده قلب المباراة بالكامل. صنع الهدف التاني وتسبب بشكل مباشر في الهدف التالت وسجل الرابع. والهدف اللي قدامك ده تحديدا هدف عالمي بكل معنى الكلمة. يعني لاعب ضيع كل الفرص ديت في الشوط الأول ويرجع بالشكل ده في الشوط التاني، دي مش مهارة، ده عقلية لاعب كبير. لو التحول ده انت شايفه مش طبيعي يبقى انت فاهم كورة بجد. لان اصعب حاجة في الكورة مش انك تسجل، اصعب حاجة انك ترجع بعد ما تضيع. صلاح النهاردة اثبت حاجة مهمة جدا، ان اللاعب الكبير مش هو بس اللي ما بيغلطش، اللاعب الكبير هو اللي بيعرف يرجع بعد الغلط. وده اللي شفناه النهاردة بالظبط. لكن خلينا بقى نتكلم عن الإنجاز الحقيقي، لأن اللي حصل النهاردة مش مجرد ماتش كويس. محمد صلاح بقى أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل 50 هدف في دوري أبطال أوروبا. رقم تاريخي، رقم يخليك تقف عنده. ومش بس كده، صلاح كمان دخل قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا. يعني احنا هنا بنتكلم عن لاعب واقف جنب أسماء من أعظم لاعيبة الكرة في التاريخ، ودي حاجة مش سهلة أبدا، خصوصا لما تبقى لاعب عربي. احنا شفنا لاعيبة كبار جدا قبل كده، شفنا ميدو، شفنا زيدان، شفنا أسماء كبيرة، لكن محدش وصل فيهم للأرقام دي. إنك توصل 50 هدف في دوري أبطال أوروبا ده إنجاز مش أي حد يعمله. ولو الرقم ده أنت مش مستغربه يبقى أنت متعود على صلاح أكتر من اللازم. ودي يمكن أخطر حاجة، إننا بقينا بنشوف صلاح ونحسه طبيعي، مع إنه في الحقيقة مش طبيعي خالص. محمد صلاح مش بس هداف ليفربول التاريخي، محمد صلاح بقى رمز للاعب العربي اللي قادر يوصل لأعلى مستوى في العالم، ورمز للاعب اللي قادر ينافس الكبار ويكسر أرقام ويسيب بصمة. فاللي عمله صلاح النهاردة مش مجرد أداء كويس، ده تأكيد جديد إنه لاعب استثنائي. ودلوقتي بقى عايز أعرف رأيكم، هل محمد صلاح بقى من أعظم لاعبي دوري أبطال أوروبا في التاريخ، ولا لسه محتاج يحقق أكتر؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات. كان معاكم أحمد من قناة المشاغب، وإحنا هنا بنفهم الكورة مش بس بنتفرج عليها.